السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكورة مع صبري. آه طبعا حبايبنا كلهم اللي بيتفرجوا على القناة واللي متابعينها، مستنيين دعمكم واشتراككم في القناة، وانت وكل أصحابك وأحبابك وكده، علشان خاطر طبعا هنسعد بمشاركة حضرتك والدعم علشان يصلك كل جديد عن القناة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم. طبعا انتهت مباراة الأهلي مع سموحة وفاز الأهلي فيها 3-1، وهيلعب المباراة النهائية أمام بيراميدز. طبعا أسعد واحد بفوز الأهلي النهاردة هو رئيس نادي سموحة، الفريق المنافس للأهلي في المباراة. ازاي يا عم الكلام ده؟ ايوه طبعا، رئيس نادي سموحه ده يا جماعه مشجع درجه ثالثه للنادي الاهلي، الصديق الصدوق لرئيس النادي الاهلي. بيحب كل حاجه للنادي الاهلي، بيدعم النادي الاهلي في الصفقات، بيوفر للنادي الاهلي كل حاجه. يا عم ده انت المفروض يعني تكون يعني انت بتسعى لمتطلبات فريقك وسعادة الجمعيه العموميه بتاعتك اللي هي بتنجحك. وطبعا الجمعيه العموميه هتفخر لما تكون انت سبب من اسباب وجود فريقك على منصات التتويج. فطبعا ده مفيش الكلام ده، وده هيودينا لمكان تاني، اللي هو هل رئيس نادي سموحه هيشكو الاهلي للفيفا على مشاركه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا النهارده في المباراه؟ واللاعب طبعا احنا عارفين ان هو موقوف، هو فتره الوقف بتاعه انتهت في 11/1، بس هو لسه ما دفعش الغرامه. وطبعا فريق الزمالك هيرسل خطاب للاتحاد الدولي ياكد ان اللاعب ما دفعش الغرامه ولعب النهارده، وبناء عليه 2 فبراير هيتم، لو اللاعب ما دفعش هيتم وقفه تاني 8 شهور او 10 شهور. فطبعا مش منتظرين من رئيس سموحه ان هو يعمل او هو ياخد الخطوه دي. ف يعني خلاص رسمي الاهلي في النهائي. مش هنقول بقى ان الاهلي ممكن الاتحاد الدولي يستبعده من فوز المباراه وسموحه هو يكون الحق. مش عارفين الامور هتمشي ازاي، بس انا حبيت ان انا ابين لكم الامور يعني بتمشي ازاي بين الرؤساء. نفس القصه حصلت مع رئيس الاتحاد السكندري، صفقه مروان عطيه. ادينا يا عم صفقه مروان عطيه واحنا هنديك بطوله السوبر لكره السله. يا جماعه ايه هو احنا بنلعب دوره رمضانيه ولا ايه العك ايه ده؟ الكلام ده ما بيحصلش غير هنا. ده اسمه لعب، ده اسمه فساد. هات لي الصفقه دي عشان خاطر الزمالك في كلام ان هو طالبها او بعينه على اللاعب، هاتهولي. وطبعا يعني طب انا ايه المقابل؟ خد بطوله السوبر اللي ما كانتش كملت، كان فيها الاتحاد فايز اصلا، بس حصل ان المدرج وقع وحصل فيه اصابات لبعض الجماهير فالمباراه وقفت. فطبعا رئيس النادي الاهلي اهدى البطوله لرئيس النادي الاتحاد السكندري مقابل اللاعب مروان عطيه. طبعا فرحة جمهور الأهلي بلعب بمشاركة كهربا النهاردة كأنها انتصار على نادي الزمالك. لا يا حبيبي، أنت ما انتصرتش على الزمالك ولا حاجة. لا، الفكرة إن الزمالك أصلا ما يهموش إن اللاعب يلعب، ما يلعب. ما هو كان بيلعب من السنين اللي فاتت وعمل إيه؟ الفكرة إن زي إحنا، ما إحنا عايزين الفلوس، إحنا عايزين الفلوس بس. ادفع له الفلوس طالما انت مبسوط بيه ولعب النهارده وابدع، بدل ما تجيب صفقات بالدولارات وترجع تمشيها ببلاش. ميكيسوني وسامسوني ومعرفش ايه، وفي شويه لعيبه كده ولا ليهم صنف اللازم. فطالما اللاعب ده انت يعني مقتنع بيه وبتدعمه وبتشجعه ومبسوط بيه، خلاص ادفع له 80 مليون وخليه يشارك. ده بالنسبه لمشاركه كهربا. طبعا الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في النهائي هيلاعب الزمالك في السوبر المصري. طبعا كان اللائحة قبل كده بتقول إن لو بطل الدوري أخذ الكاس فبيشارك وصيف الكاس في السوبر، زي الموسم اللي قبل كده لما لعب الأهلي والزمالك السوبر، كان الزمالك واخد الدوري والكاس والأهلي هو اللي شارك في السوبر. فطبعا مش فوز بيراميدز او فوز الاهلي عامه اللي هيكسب في النهائي هيلاعب الزمالك في السوبر المصري. فنتمنى التوفيق للجميع. وطبعا
رساله للاعيبه الزمالك، فوقوا فوقوا واعرفوا ان انتوا بتلعبوا في نادي كبير اسمه نادي الزمالك. فوقوا. عندكم مباراه صعبه يوم السبت، صعبه يوم السبت، ويعتبر يعني عنق الزجاجه. الزمالك هيفوز فيها، هيبقى دفعة معنوية كويسة في المباريات المتبقية في الدوري. الأهلي هيفوز فيها، الفارق هيوسع ل7 نقاط. فلازم التركيز من اللعيبة، لازم التركيز من الجهاز الفني والمدير الفني بالأخص. كل لاعب يلعب في مكانه. اللعيبة مش مركزة، مش في كامل تركيزها، في توهان في الملعب، في عدم تكتيك من المدير الفني، مفيش خطه. ما مش ده فيريرا، مش ده فيريرا الموسم اللي فات اللي اخذ الدوري بلعيبه بدلاء ولعيبه اشبال. ف الزمالك فريق كبير واللعيبه لعيبه كبار، بس اثبت ده في الملعب، اثبت ده لجمهورك. الجمهور اللي بيدعمك دايما في الاخفاق، اثبت لجمهورك ان انت بتلعب علشانه، بتتعب علشانه، بتعرق علشانه، بتكسب علشانه. فده اللي احنا بننتظره من لعيبه الزمالك في المباراه القادمه ان شاء الله يوم السبت، ويحقق الفوز على الاهلي. و ومنتظرين طبعا نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز. والتوفيق للجميع ان شاء الله، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.